صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا. ايه رايك لما نقوم نعمل النهارده صينيتين مكرونه بالبشاميل يكفوا اسره كامله، عيله كبيره يعني. وانا اصلا ملياش نفس اعمل اكل. ايه اللي بيشجعني بقى الحاجه زي دي؟ ان انا ببقى شايله عصاج عندي. كنت عامله بيتزا، عامله عيش بلحمه، عامله اي حاجه بستخدم فيها عصاج. بحب دايما اعمله بزياده، وفي رمضان برضو احب افرز العصاج. اليوم مثلا انا مش فاضيه، ملياش كيف الاكل قوي يعني، تبص تلاقي حاجه زي دي شجعتك، الحاجه جاهزه وموجوده. طلعت يا دوب، شديت من الفريزر العلبتين وجيت اشتغلت في البشاميل على طول. معايا هنا مكعب كبير كده من الزبده، واحط عليهم شويه زيت. المهم ان الايدام بتاعي يكون قده بالظبط الدقيق بتاع البشاميل. حطي اي اقدام يعجبك يعني، براحتك. هنا انا بحط الدقيق قد الايدام، وهبتدي اقلبه. من شروط مهمه قوي قوي ان البشاميل بتاعك ما يبص منك او يكلكع، ان انت بتحطي سخن على ساقع، ما ينفعش تحطي سخن على سخن. انا بشم ريحه الدقيق بس، مش بحمره جامد، بنزله من على النار. وهحط على طول لبن ساقع متلج، حتى انا جايبه ازازه لبن بخير وكده، وشايله حتى البوز بتاعها عشان كان فيها لسه بصي حته تلجه. كده تضمني ان البشاميل بتاعك هيفك معاكي بمنتهى الدقيق، هيفك معاكي بمنتهى السهوله، ومش مش ممكن يكلكع. ولو حصل وكلكع ما عندناش مشكله خالص، احنا كستات بنعرف نتصرف. اضربيه في الخلاط هيطلع ناعم كريمي زي الفل، ولا تعقدي نفسك يا ست الكل. بصي بقى، رجعته تاني على النار، يلف بس كده، واشوفه هيحتاج شويه لبن تاني معايا ولا لا. البشاميل بتاعي انا حاطه له ملح وفلفل، ورق راولي، حبهان، حبيتي تحطي شويه جوز الطيب مفيش مشكله خالص، رشه صغيره مش هتفرق، بس بتنقله بصراحه في حته تانية، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. جربي بقى تعملي البشاميل بالعصاج اللي انت شايلاه ده، هتلاقيه بقى سهل قوي، وسهل انت تقومي تعمليه يعني. انا هنا بحب احط مع البشاميل بتاعي ساعات يعني بعض الصواني، حطي طماطم متقطعه نيه كده على العصاج، وحطيها جوه المكرونه على طول. والله هتخلي المكرونه ليها طعم مختلف خالص عن لما تعصجي الطماطم مع العصاج. يعني لما تاخد غلوه كده، غير لما بتبقى نيه، بتدي طعم حلو قوي على فكره، جربيها هتعجبك. يعني بتخلي طعم المكرونه مختلف شويه عن المعتاد، فجربيها هتعجبك جدا جدا يعني. بس احنا كده خلصنا، ما خدتش مننا حاجه، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، ويا دوب الفرن كان شغال. انتوا عارفين كل حاجه مستويه، يا دوب بياخد وش بس، والميكس كده مع بعضه. وشويه جبن كده على الوش، موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه تركي، اي حاجه اللي يعجبك حطيه، ما عندكيش ما تحطيش. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. تنسونيش في اللايك. باي باي، اشوفكم على خير.